هاي صحابي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. وشكرا على دعمكم وتشجيعكم ليا، بجد ربنا يخليكم. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تدوسي على علامة الاشتراك وتفعلي الجرس وتدوسيلي لايك عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا انا كنت مروقه الطبيعي الصبح عادي، وكنت مخلصه كل اللي ورايا. فطبعا عيالي بهدلوا لي الدنيا تاني زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا هما كانوا رايحين النادي وكده. فقبل طبعا ما يروح النادي قالوا طبعا ما ينفعش نسيب ماما قاعده كده، لازم نبهدل الدنيا عشان خاطر ماما تقوم تروق تاني. المهم هنا بقى كنت قاعده طبعا واخده الصدمه من المنظر. فقلت يلا ما بدهاش فايده، اقوم بقى اخلص اللي ورايا. قمت هنا بقى كده قلت ادي ترويقه على السريع كده، روقت الصاله ديت وكنستها كنسه نظيفه زي ما انتم شايفين. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تسيلي لايك. وطبعا زي ما بقولكوا في كل فيديوهاتي، تدعوا لياسين ابني بالشفاء، ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض، اللهم امين. هنا بقى انا كنت دخلت خلاص على الصلاة التانية كده، برضو قلت يلا من نفسها برضو اروقها هي كمان، ما الدنيا كانت على بعضها بصراحة. طبعا الواحد انتوا عارفين البيت اللي بيبقى فيه اطفال وكده ما بيتبطلش منه الترويق، يعني لازم طول ما انتي قاعدة تروقي، خصوصا لما بيكون اللي في البيت دول اولاد يعني صبيان. بجد تربية الصبيان صعبة جدا جدا، وكل ام طبعا ربنا يبارك لها في اولادها ويخليهم لها ويحفظهم يا رب، ويبارك لي في اولادي ويخليهم لي. طبعا عارفة ان تربية الصبيان بتبقى صعبة جدا غير تربية البنات طبعا. هنا بقى انا كنت بمسح كده النيش مسحة كده على السريع، قلت مطرح ما كنسته كده عشان مفيش حاجة تيجي عليه وكده. بس فهنا بقى قلت كده اكنس الصالة التانية كده، وقلت كده برضو يلا على السريع. قلت اخلص كده عشان كانت دماغي بصراحة وجعاني جدا، وقلت بقى عايزة اعمل لي كوباية النسكافيه بتاعتي عشان اشربها طبعا من بعد يوم طويل من المناهدة. هنا بقى كنت خلصت الصالة اهو زي ما انتم شايفين. روقتها وخلصت بقى. انا بحب جدا اقعد على النور ده، بحس ان هو بيهدي اعصابي بالذات لما بتبقى الدنيا رايقة حواليا واشغله. هنا بقى دخلت قلت اعمل بقى كوبايه النسكافيه عشان الحق اشربها، عشان بجد مش عارفه بقى اعمل لهم اكل ايه. طبعا بيجوا من النادي بيبقوا واقعين، بيبقوا هياكلوني انا شخصيا. فقلت اشرب كوبايه النسكافيه كده على روقان براحتي، وما كده لسه قدامهم شويه. وبعد كده شوف فجاه لقيتهم هما اللي فوق بيخبطوا، رحت قافله الباب في وشهم وسبتهم. طبعا قلت لهم ما اتكلمتش، انا اتصدمت، خدت الصدمه بصراحه يعني. قفلت الباب في وشهم ودخلت. طبعا مش عارفه اعمل اكل ايه، كان عندي حته لحمه مفرومه في الفريزر. فقلت اسرع حاجه بقى ان انا ايه، اعملها على طول طاجن. وهم اصلا بصراحه كان ابني طالبه مني، كان قال لي يا ماما انا عايزه اكل طاجن وكده، فانا قلت ايه اعمله له. وبصراحه يعني هينجز معايا ومش هياخد معايا وقت. هنا بقى كنت خلاص طبعا انا سايباهم بره، يعني قافله الباب وسايباهم بره عمالين يخبطوا، وطبعا هم مستغربين انا عملت فيهم كده ليه، لاني بصراحه انا ملحقتش اشرب كوبايه النسكافيه بتاعتي. بس هنا كنت خلاص عصقت اللحمه، حطيت لها ملح وفلفل اسود ورشه قرفه، وسبتها بقى عماله اقلب فيها، وفي نفس الوقت العين التانية طبعا عشان انجز، ما انا سايباهم بره على باب الشقه. كنت حطيت ميه المكرونه غلت وكده، ورحت حاطه بقى المكرونه فيها. طبعا هنا انا بحط معلقه صلصه كده على اللحمه، بتديها طعم حلو برضو. وهنا حطيت حبه فلفل اسمر بقى وملح زي ما قلت لكم، ورشه قرفه، بجد بتبقى بتديها طعم جميل جدا. هنا بقى كنت خلاص بشوف المكرونه، طبعا بقى طالما هحطها لسه في الفرن في طاجن وكده بطلعها نص سوا. هنا بقى كنت حطيت بصلايه وهحط معاها فص ثوم واقلبهم برضو كويس. وبعد كده احط عليهم الصلصة. طبعا الطماطم ديت انا بجيب كمية طبعا وبضربها في الخلاط وبديها نص غلوة، وبعبيها في كيس وبحطها في الفريزر، بتنفع بقى بتنجز في الاوقات اللي زي دي. طبعا هنا بقى حطيت برضو ملح وفلفل اسود ورشة قرفة يعني كل حاجة، عشان انا بحب احط في الطاجن رشة قرفة. لو انتوا ما بتحبوش بلاش ما تحطوش، يعني ده على حسب الرغبة. بس هنا بقى قلبتها وهي كانت يدوب، يعتبر هي كانت متسبكه يدوب، خدت غلوه معايا برضو. وهنا القوام بقى بتاعها كان مظبوط.
هنا بقى بوريكم القوام بتاعها كان مظبوط. هنا بقى قطعت معايا قرن فلفل حامي وفلفل الوان اصفر واحمر واخضر وكده، بحب احطهم يعتبر في وش الطاجن، ما لما الطاجن بتاعي هيتقلب هيبقى هو ده الوش وبس. وحطيت هنا بقى اللحمه المفرومه بتاعتي. وطبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي اللايك عشان تشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. بجد بفرح جدا لما بتحطوا لي اللايك، يعني ممكن ما يفرقش معاكم انتوا قد ما يفرق معايا انا. بس هنا بقى كنت خلاص بحط الصلصه. ويا رب يكون فيديوهاتي بجد تكون خفيفه على قلوبكم ما تبقاش تقيله. هنا بقى خلاص كنت بحط الصلصه على على الطواجن، وطبعا احطها في الميكروويف، عندي ورق فويل احطها على الميكرو. قلت بقى اجري بسرعه افتح لهم الباب واشوفهم بقى عملوا ايه بره. دخلت قلت لهم داخلين، طبعا بيقولوا احنا جعانين، قلت لهم يلا الاكل جاهز. لو وصلتي معايا لحد هنا باي.